نعمل واجب. الله اكبر. البيض 100، البيض 100، بالراحه على المايك. البيض 100 يا باشا، ودلع الوليه. يا ابو ده بيتعمل ايه ده؟ هو ده. استنى يا ابني بتعمل ايه؟ هناكل الجمبري نايم. ما تتهورش يا جدع. هناكل الجمبري نايم. يا لهوي يعني ده جعان. يعني ده انا جعان وما فطرت. البربوني دوت ده اللي بيحمل الخطوط طبيعي، ولا تقول لي فلتر ولا تقول لي عينينا وتحيا. تعالوا الحقوا السمك قبل ما الراجل ياكله. عاوزك تقول للناس ازاي تعرف ان السمكه طز. الحركه اللي انت عملتها دي عملتها ايه؟ اقول لك الجمبري اللي احنا اخترناه حجمه كبير، اتعمل باتر فلاي. الله الله الله. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهارده هنخش اشهر سوق سمك في بورسعيد اللي ورايا ده، سوق السمك الجديد، ونشوف فعلا هل هنقدر ناكل اكله سمك جباره بسعر رخيص فعلا. بس قبل ما نبدا، لو ما تعرفنيش، انا عمرو بقدم فيديوهات مختلفه عن السفر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب يا جماعه. 99% من اللي بيتفرج على فيديوهاتي مش عاملين سبسكرايب، يعني كل ما انزل فيديو جديد محدش بيشوفه اصلا. فاتاكد انك عامل سبسكرايب ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. كل ما اقول اكله سمك يقولوا لي تعالى بورسعيد، هتلاقي تشكيله اسماك مختلفه، سمك طازه جدا جدا واسعاره رخيصه جدا. عشان كده جيت بنفسي سوق السمك بورسعيد. هنشوف الكلام دوت، نشوف الاسعار السمك والجمبري عاملين ايه مقارنه بالقاهره او بقيه المدن الثانيه. تابع للنهايه عشان ما يفوتكش اي تفاصيل. دلوقتي متجهين على جوه، هنخش حلقه السمك ونشوف السمك بيقول ايه. تعالى ب 100 ب 100 ب 100 البوري ب 100. اللي عايز جمبري وكابوريا، جمبري وكابوريا هنا. عاوزين ناخد جوله كده، تقول لنا على الاسعار ايه. كل حاجه الكلام ده طازه طبعا الحمد لله. احنا هنا البحر قرب اليوم بيومه طبعا. كل حاجه بتاعت بحر بتطلع اليوم بيومها الحمد لله. جميل جدا حبيب قلبي شرفتك. قول لنا بقى اسعار كل الفرشه اللي موجوده. يعني عندنا البوري مثلا بيبدا من اول 100 جنيه. في حجم اكبر شويه زي اللي هناك ده برضه عامل 120. 120 يكبر شويه زي ده بنحسبه ب 140 جنيه. حاجه زي كده بسم الله ما شاء الله. ده بوري بلدي بتاع بحر، حاجه جميله جدا. ده الكيلو حبيتين عامل 160 جنيه. 160 ده جميله جدا 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 لعشاق السنجاري والمقلي والطواجن والحاجات الجميله دي. السبيت عامل كام؟ ده بربوني ها؟ ده بربوني. بربوني بس ده مجمد مش بلدي عشان الصراحه حلوه. ده مجمد. البلدي هناك اهو مستورد يعني. مستورد. ده البلدي، ده حاجه جميله جدا. البربوني البلدي ده ما بياخدش الا جمبري بس. ده الحاج دنيس بقى مش دنيس. الحاج ده بنسميه الحاج دنيس مش دنيس. حاجه الله اكبر. صح يا السمكه صح. بسم الله ما شاء الله. ده سعره كام ده؟ ده سعره كام؟ تعمل كده، تعرف تعمل كده؟ تعمل كده. يعني ما كانش صاحي لا ما كانش صاحي. لا يا ابن اللعيبه. ده بكام الكيلو ده؟ ده الكيلو بتاعه عامل 800. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. ده مش موجود يعني، قليل اول لما تلاقيه عند حد. بس 800 كتير. قيمته فين؟ 800 عشان الكاميرا وكده؟ لا ده بيبيعه ب 1000 جنيه اصلا والله. بس ده ب 800 وقيمته فيه. يعني انت لو دفعت ال 800 هتاكل وهتتبسط منه، مش هتقلق من حاجه. ده مبشره. السوق زحمه جدا بس بنتعامل يعني. الاسعار انا مش عارف الاسعار عامله ازاي بصراحه، بس كان في تشكيله محترمه وسمك طازه يعني. طبعا في السوق يعني في اماكن كتيره قوي بتسوي لك السمك زي المكان اللي ورايا ده. طبعا قاعده مش مطعم ولا حاجه، الناس بتشتري السمك من السوق وبعد كده بتيجي هنا تسويه باي طريقه كان. انت عاوز تسويه جمبري مثلا، تعمله باتر فلاي، تعمله طاجن، اي حاجه تقدر تعملها بذوقك انت. بس طبعا مش حاجه لاكجري يعني، حاجه على هادي جدا، حاجه شعبيه يعني. عاوزك تقول للناس ازاي تعرف ان السمكه طاز. الحركه اللي انت عملتها دي عملتها ايه؟ اقول لك ديت تعرف السمكه طازه للناس. بتلاقي الخرشوم بتاعها احمر وجوه الخرشوم بيبقى في رمل اللي هو رمل البحر. ايوه. لو لقيت الخرشوم ما فيهوش دم مش احمر تعرف ان السمكه دي بايته. وفي حاجه ثانيه برضه ممكن من غير الخرشوم حاجه ثانيه تعرف. السمكات تمسكها كده تفضل واقفه، لو وقعت لورا يبقى لحمها خزلان. جميل. تضرب صبعك فيها فاهم، لو ردت يبقى طازه كده. لكن لو صبعك فضل معلم يبقى خدلان برضه. دي معلومه. علموا عشان تجيبوا السمك طازه. فهمتوا على حاجات. السمك دوت بيبقى ب 180 وب 170 في السوق. انا ببيع اللوت ب 150 جنيه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عندي جمبري ده اول حاجه بيبتدوا ب 400 اهو، بنبيعه ب 350 عين مش كلام. عندي جمبري بيبقى ب 450 وب 420 ببيعه ب 380 مش ب 400. تاني حاجه تعال معايا بتاع البتر فلاي دوت بيبقى ب 550 وب 600. ببيعه ب 500 بس، واللي عايز ب 480 هقدمه لو هياخد 2 كيلو. عندي جمبري هزاز برضه تمام مقاساته.
الجمبري الازاز ده بيبقى ب 700 و 800 عشان اقل من الشامبو حاجه بسيطه. معلش. يعني بيبقى ب 600 بس. الفرق بين الجمبري العادي والازاز. هو ده بلدي وده بلدي، افهمك على حاجه. ده جمبري سويسري، لكن الازاز نوع تاني زي التايجر. زي مثلا صوابعك مش زي بعضها، كل حاجه لها نوع. ايوه يعني في جمبري سويسري، في جمبري ازاز، في جمبري احمر. اني فاهم احلى، المحاشي؟ اني طعمه احلى. كل حاجه لها حاجه. يعني لو هتاخد جمبري تعمله مقلي حسب ما هتعمله، تاخد جمبري احمر اللي هو الفراوله، احلى جمبري تشرب منه طبقين شوربه وتعمله مقلي. كل حاجة لكن لها لو حاجتها. لكن لو هتعمل بقى اللي هو بتر فلاي، زبده وتوم وايت صوص والحاجات دي، الجمبري الكبير الازازي. طب انا لو واحد زي ملوش في السمك، تنصحني اكل ايه؟ تنصحني اكل ايه مثلا؟ لو انت مثلا مالكش في السمك، ماليش في السمك، معرفش في انواع. واحد عاوز سمكات ورز ومدفونات وحاجات دي ماشي، لكن في واحد يقول لك لا مش عاوز زفاره، انا عاوز في السوريات. يعني مثلا انصحك تاكل الهواني. مثلا هجيب له نص كيلو، مش كلام والله، غطا موسى مثلا. ده بيتعمل بمبطرخ اهو، بيتعمل مقلي تحفه، وبيتعمل حاجه تانيه اللي هي مشوي زبده. المدينه المنوره لا ما بنجيبش ورا. والله احنا هنا المدينه المنوره واسعارنا ما بتجيش بسهوله. ده بره حر بقى بتاع ملح، اللي هو لو هتعمل سنجاري تعمل مشوي رده. وتعالوا المدينه المنوره، اسعاره جميله جدا وحاجاته فريش. على دماغ انا اسمي عمرو، لو حد جه من تبعي بظبطه. على دماغ عمرو اللي يجي من تبع عمرو ادينا اماره والله. عامل له خصم يعني مش هقول لكم بقى 100%، لا 20%. يعني ابو 100 هياخده ب 80. اي خدمه. ابو 1000 هياخد ب 800. يعني لو واحد جه اخد سمك ب 1000 عشان خاطر اخويا عمرو هديله ب 800. ده اسمه طوبار. طوبار دون تلاقي دي لونه بني كده. ايوه وبوزه طوير. ده اسمه الطوبار. الدنيس سعره ايه؟ الدنيس دون عامل 350 حبايتين كيلو. طازه. طازه. بص كده، دي ملهاش دعوه، هي بتبان من عينيها. تلاقي عينيها بتلمع، عينيها لسه صاحيه. عينيها بتلمع كده. وتلاقي دي كده لونها احمر. بس مش احمر ايه؟ ما هو بص، ده البلدي يكون وردي شويه. ايوه فاهمني؟ حاجه ندوفلي، افتح ودوق. لا نيه كده على طول. ايه يا عم؟ زي ام الخلول بالظبط. والله والله دوق ما تخافش. خد لك واحد ودوق، ما تخافش دوق. احنا خدنا جوله كبيره في السوق، الاسعار يعني مختلفه، كل واحد كل تاجر ليه سعره. طبعا عشان شايفيني بصور فممكن الناس تقول اسعار زياده، فاحنا لسه مش عارفين، احنا لسه بنتجول نشوف اقل سعر فيهم. احنا وصلنا للجمبري ما شاء الله قد حجم الايد 800 جنيه، طبعا ده رقم كبير جدا، بس احنا عاوزين حاجه. احنا هنا برضو احنا جايين ناكل ارخص اكله سمك في بورسعيد. نعمل واجب. الله اكبر. البيض 100، البيض 100. بالراحه على المايك. البيض 100 يا باشا، ودلع الوليه. المايك بالراحه. اي حاجه باي حاجه، احنا اللي عندنا القرش اللي اكل البشريه. هو ده الصاحي حي وبيلعب يا باشا مع النبي. الكومان اهو، الحي اهو، سنجاري زيت وليمون مقلي صينيه اي حاجه. طب وده بيتعمل ايه ده؟ هو ده القرش ده سيب يا سبته ولع في البيت، سيب يا سبته ولع في البيت. حنش يا نهار ابيض. بص يا حنش، طب قول لنا يا حنش الاسعار. بطل لعبطه. الاسعار ايه طيب؟ يا حنش بطل يا ابني لعبطه. الاسعار. بقول لك ايه، قول لي. صلي بينا على النبي. على هنعمل احلى واجب، الحنشات ب 500 وخمسة نحسبها 500. بالصلاة على النبي الجمبري دوت عامل 400 نحسبه 300. 400 ايه؟ ب 400 نحسبه 300. ايه يا عم ده؟ واللي يصلي على النبي كسبان. امال ده بكام ده؟ واللي يصلي على النبي كسبان. اقول لك كمان استنى يا ابني بتعمل ايه؟ هناخد الجمبري ناي. ما تتهورش يا جدع. هناخد الجمبري ناي. يا لهوي يعني ده جعان. يعني ده انا جعان وما فطرتش. يا نهار اسود. البربوني دوت ده اللي بيحمل الخطوط طبيعي، ولا تقول لي فلتر ولا تقول لي عينينر ولا تقول لي اي حاجه. هو دوت اللي بيحمل كل حاجه على الطبيعه. ده بقى بص قال لك ده كلمتين، ده بقى بتاع يوم الخميس. صلى على النبي. هو ده الكهرمان، هو ده الكهرمان اللي تاكله الضوء.
العروس اللي بطلك بص كده، بص معايا بص معايا بص معايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت جعان يا ابني؟ انا جعان يا جدعان، انا جدعان يا جدعان، انا جعان. يا نهار اسود يا لهوي. الصلاة على النبي الصلاة على النبي. هنا اسماك محمد عفيف وعلى حافظ نمبر 1 للاسماك. وتحيا مصر. تعالوا الحقوا السمك قبل ما الراجل ياكله. انا قررت اجيب دينيس، رشحوها لي ان انا اجيبها، يعني ناس كتير قوي رشحوا لي ان انا اجيبها، فبيقولوا انها سمكه جميله وحلوه في الاكل. بنلاقي بقى حاجه كده ايه عجبتك فيه حلوه ماشي. الله اكبر. احنا جبنا دلوقتي الجمبري سمك الدنيس، هنشوف مطعم او مكان يسوقه لنا. لسه بندور كده اهو هنشوف. الدنيس احلى حاجه يتعمل ايه؟ رقم واحد للدنيس زيت وليمون مشوي ورده. تاني حاجه في ناس بتعمله مقلي، ده رقم 3، بس هو احلى حاجه ليه اللي الدنيس مشوي ماشي. زيت وليمون رقم واحد. نمره 2 مشوي ورده. جميل خلاص هنعمل الدنيس زيت وليمون ماشي. تعمل الجمبري بتر فلاي زبده وتوم احلى حاجه. اول حاجه نزلت سمك الدنيس، عملناه زيت وليمون. متقدم شكله جميل بصراحه. انا اول مره بصراحه، انا مش اكيل سمك، فهم قالوا لي اجرب الدنيس لانه طعمه حلو، نعصر عصره الليمون نجرب اول تجربه. اوه ايه ده، جامد جامد والله. لسعه الليمون كده عامله طعم جميل جدا. ده تحفه قوي، ما توقعتش ان هو حلو كده بصراحه. والله من غير مبالغه تحفه تحفه. الشباب ورا الكاميرا هتموت. انا اتقال لي ان السمك طعمه في بورسعيد حاجه وفي القاهره حاجه بصراحه. يعني انا حاسس ان السمك فريش بلدي، مش مستورد مش مجمد وطازه، فباين جدا جدا ان هو طازه. السمكه دايبه من كتر ما هي مستويه. جمبري اخيرا جه بعد ما خلصنا السمك، يعني تقريبا جه بعدها بساعه الا ربع. بس الفكره ان المكان بصراحه زحمه، عشان ما اظلمش المكان. احنا بناكل في السوق، السوق كله زحمه، والمطعم اللي احنا بناكل فيه او المكان اللي بيسوي الاكل زحمه جدا. الجمبري اللي احنا اخترناه حجمه كبير، اتعمل باتر فلاي. ندوق بقى التتبيله بتاعتهم والتسويه عامله ازاي. اوه احلى ما فيه ان هو سخن، بس بصراحه التسويه مش احسن حاجه، يعني توب التوب. هو طبعا يعني المكان انت بتاكل في قلب السوق، فمش التسويه مش تبقى اجمد حاجه في الدنيا يعني. انا دقت باتر فلاي في اماكن تانية احلى مننا بكتير، بس قشطه يعني ماشي الحال. اتفضلوا معايا بقى معلش بقى يعني. انا عارف ان انتوا جوعتوا اكيد وانتوا بتتفرجوا الفيديو ده. خد قطمه كمان بقى ونكمل اكل عشان الشباب ورا الكاميرا هتموت وتاكل. الله الله الله. يلا يا رجاله هجوم. اما بالنسبه بقى للموضوع ان هي فعلا ارخص اكله سمك في بورسعيد، دي بتاعتكم انتوا بقى تحت في الكومنتات. احنا جبنا 3 سمكات دينيس وكيلو جمبري باتر فلاي. طبعا لسه يعني التسويه سعر يختلف، لسه هقوله لكم بعد شويه يعني، بس ده سعر السمك ني 350 جنيه الكيلو. جبنا 3 سمكات وجبنا 600 جرام جمبري، يعني حجم مش جامبو قوي يعني، 300 جنيه. فحته السعر بقى انا مش عارف الاسعار، انا مش اكيل سمك بصراحه. دي بتاعتكم تحت في الكومنتات بقى، قولوا لي كان في ارخص من كده، ما تنسوش تقولوا تحت في الكومنتات. بس بصراحه التسويه برده جميله مش اي كلام. التسويه خدت بالظبط 350 جنيه، مش عارف زياده ولا قليل. انتوا قولوا لي تحت في الكومنتات، هل احنا كده دفعنا كتير ولا ده العادي؟ بس كانت تجربه لذيذه، انا ما ندمتش مع اني مش بحب السمك، ولكن حبيت جدا جدا سمك الدنيس. والجمبري الباتر فلاي عملوه حلو، اي نعم في احلى منه بكتير، ولكن والله بجد جميل جدا. وشكرا جدا جدا على كل الناس اللي ساعدتني في الفيديو ده. شباب بورسعيد شباب محترمين جدا، ساعدوني وكانوا بشوشين كده في الفيديو. عملوا روح حلوه جدا في الفيديو، وكانت تجربه جميله جدا، ما ندمتش خالص بجد.
دلوقتي عند سلسبيلة عشان نختمها ونحلي بعد اكلة السمك الجميلة اللي احنا اكلناها دي. لازم نحلي بايس كريم اختراع بورسعيدي اسمه الكاسات. ماشي، اللي انا شايفه طبقات ايس كريم، عباره عن طبقات ايس كريم وفي النص في تقريبا قشطه او ايس كريم حليب. انا لسه هكتشف دلوقتي. ندوق اول طبقه من هنا. جامده قوي. ايس كريم بس ملوش طعم يعني. ده ايس كريم حليب، هما بيقولوا عليه قشطه. مانجا وشوكولاته. ايس كريم بورسعيدي. لذيذ والله، جربوه. تجربه لذيذه بس هو متجمد زياده عن اللزوم، بيوجع السنان. بس الفليفرز بتاعته او الطعم بتاعه يعني خفيف شويه، بس تجربه جميله. بس وبكده اقدر انهي فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس. اشوفكم فيديو جاي قريب جدا. سلام.